الرباط. كان الظلام في بدايته حين تهيأ إبراهيم بدراجته النارية للعبور صوب الشارع الساحلي بسلا لتغير مساره رجة سيارة. كان واقف تيساين طريق شخوة، المهم جايه واحد جوج طوموبيلات، وحده على وحده دازت، الاخر بغى يدور، كانت مستاسيونه واحد الطوموبيل هنايا وهو واقف من لها شويه كيستنى طريق شخوة. داك الراجل مع الليل ما الضوء عنده قليل، هو اصلا داير النظاره ديال الشوف، ما شاف حتى شي حاجه ويضربوا من ليلة ليلاء انتهت بإبراهيم ذي 20 ربيعا بين أيدي الجراحين بمستعجلة ابن سينا. على طريق الحادثة سقطت أحلام الشاب، تزحف الأشهر على فراش المستشفى. وكان يوم مفجع، يعني كنت بين راسم بزاف قدامي، يعني بزاف د الحوايج اللي كنت كنقول غادي نديرهم، يعني في ذاك الوقت صافي يعني مشاو ليا. كسر خطير مفتوح استعمل الأطباء للساق مثبتا خارجيا، فإبراهيم فقد جزءا كبيرا من العظم. بده زراعة جلد مع لاميسكل مع العضلات، هذه كمرحلة أولى. والمرحلة الثانية اللي غادي تتم اللي هي الأخيرة إن شاء الله هي محاولة زرع العظام تبعته. بما أنه في قسم كبير من العظم مفقود، يمكن نضطر ناخذه من الرجل الأخرى، بارتي من البيرون اللي هو عبارة عن عظم صغير موجود بالإجر الثانية، وبينزرع له بالإجر هذا وتحت المراقبة الطبية. لعل السلوى الوحيدة الآن لإبراهيم مقرر البكالوريا وذكريات جسد مفعم بالحياة. كان عندي حلم انا وواحد الصديق ديالي، يعني اللي هو الرفيق ديال العمر ديالي اللي كنت انا وياه، يعني كان الحلم ديالي انا وياه زعما اننا غادي نكونوا رجال شرطه ان شاء الله بالمستقبل. ودابا انا ذاك الحلم ديالي تكسر. الأخت الكبرى لا تبرح سرير إبراهيم لتؤنس أيامه العصيبة. اليوم أجرى الشاب عملية لزراعة الجلد. هل خانت الساق إبراهيم إلى الأبد وانتزعتها حرب الطريق؟ هل ستستقيم يوما؟ الأطباء يقولون إن مشوار العلاج ما زال طويلا. هذا وتعرض الأولى هذا المساء